السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. وبنقول للشعب السوداني كله: أعلموا إنه قوات الشعب المسلحة هي صمام أمان الوطن، هي حامل الحمى، هم من يموتون من أجل أن يبقى الشعب ويسلم الوطن. الدعم السريع هوانات وحرامية ورباطة ومنتهكين أعراض، وهمهم الأكبر السلطة ليس إلا ما تسمع الشعارات الرنانة والفيديوهات الزائفة اللي بيدعوا فيها القيم والأخلاق. والله هم أبعد الناس عن أخلاق السودانيين وقيم السودانيين ومثل السودانيين، وهم أصلا يعني السواد الأعظم منهم ما سودانيين ذاته أصلا، عشان يعرفوا في أخلاق السودانيين أو أصالة السودانيين. فيجب على الشعب أن يلتف حول قواته المسلحة، وأن يحارب مع القوات المسلحة بما استطاع، حرب إعلامية، حرب إلكترونية، حرب بالسلاح، حرب بإنه نساعد القوات المسلحة ماديا، نحارب معها كيفما تيسر لنا السبيل للحرب. لأن حماية البلد تناط بكل مواطنين البلد. إذا دعت الأمر نعم، الجيش هو الجهة القانونية المسؤولة عن حماية البلد، ولكن إذا ظهرت الفوضى وحشدت الدول في مواجهة قوات الشعب المسلحة، يجب على الشعب كله أن يصير قوات الشعب مسلحة، لأنه خلاص الأمر بقى كبير. الأمر بقى ما دي ما عصابة محلية، دي ما ميليشيا محلية، دي الناس جايين من جميع أدغال أفريقيا، جايين من تشاد، من الكاميرون، من مالي، من النيجر، من ليبيا، من جنوب السودان، من أثيوبيا، ثم من قارة آسيا، من اليمن في بعض الناس، من سوريا في بعض الناس في المرتزقة. هؤلاء ناس هوانات باعوا نفسهم لماليشيا، همها أن تقتل وأن تسرق وأن تعتدي. فيجب علينا أيها الإخوة أن نقف خلف قوات شعبنا المسلحة، وأن نكون معها قوات مسلحة كذلك. وأعلم تماما بثباتنا تنهار هذه الميليشيا، وقد بدأ انهيارها في كل مدينة من مدن السودان. الوقفوا أصحاب المنطقة، هو دائما ناس الغورة، ناس المدن هوانات وسجمانين وجهنا الميليشيا يجروا يخلوا ليداتهم. ناس الغورة ركزوا، أغلبهم الميليشيا ما استطاعت أن تدخل رغم ما قتلت وسوت عملت السبع وزمتها، ولكنها ما استطاعت أن تدخل. فيجب أن يقف الناس. يا أخواننا، نحن نحيا لشنو ذاته ما دام أعراضنا بتنتهك؟ نحيا لشنو ما دام أموالنا بتغتصب وتقلع؟ نحيا لشنو؟ دايرين شنو يعني من الدنيا؟ عايزين تعيشوا لمتين؟ ما أصلا هو الزول اليوم تام، يوم تام خلاص. يجب على جميع الناس أن يحاربوا ويجاهدوا، واعلموا أن من يموت في هذه الحرب والله هو من شهيد، وهو من أهل رضوان الله سبحانه وتعالى. والله ميت الميليشيا والله كميت الجاهليين اللي حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كميت قريش والله الميت منهم إلى جهنم وسوء المصير. لأنهم ما بيحاربوا من أجل حق، ولا بيحاربوا من أجل دين، بيحاربوا من أجل إنه يطلعوا وينهبوا ويسرقوا ويغتصبوا. وهو قائدهم ذاته في يوم من الأيام كان تاجر بتاع مخدرات. شنو حميته يعني؟ حميته ما بيقول لك تاجر بيل، قال تاجر بيل منه؟ كان تاجر بتاع مخدرات ما بين السودان وليبيا ومصر، استعانت به للإنغاز لأنه ظالم، والإنغاز ظالمة تريد أن تظلم، فالظلم يستعينون ببعضهم. فالآن حميتي هو يلاقي مصيره، مات يوم 17/5/2023، والآن الأنباء تفيد بأنه عبد الرحيم ذاته مات، زي ما مات علي يعقوب. الميليشيا أصبحت ما عندها ظهر ولا عندها قائد، أصبحت حمير بلسياد. لذلك يجب علينا يا أخواننا أن نقف وقفة رجل واحد مع الجيش حتى ينتصر. نسأله جل قدرته أن ينصر قوات شعبنا المسلحة نصرا مؤزرا، وأن يهلك هؤلاء الطواغيت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.